السلام عليكم، الأخبار بكونوا بخير. الساعة دلوقتي تقريبا 10 ودقيقتين. تمام. النهاردة السبت، مش فاكر كام، 5/2026 يعني. آه كنت واجهت مشكلة من فترة، واتكررت مع أصحابي دلوقتي، واتكررت مع ناس كتير، وبتتكرر معانا كلنا يعني. لقيت دلوقتي نفسي اللي هو أنا كنت رايح أعمل إيه؟ وأنا كنت بعمل إيه أصلا؟ حاجات كتيرة يعني هنتكلم فيها في الفيديو ده. ممكن ما اعملش مونتاج كتير للفيديو، يعني ممكن اعمل كات بسيط بس عشان نبقى قريبين من بعض كده، يبقى دردشة بس، هيبقى ان شاء الله اخر فيديو محتاج تسمعه عن التشتت والادمان. ادمان ايه بقى؟ ادمان الموبايل، ادمان السوشيال ميديا، ادمان اي حاجة تانية. كنتوا فاهميني يعني؟ ادمان اي حاجة، يعني ادمان اي حاجة في الحياة ان شاء الله هيكون الستبس. ممكن يكون هننقص ستيبس مثلا في حاجات معينة. لما نيجي مثلا لو انتقلنا من ادمان الموبايل لادمان حاجة تانية، فهنلاقي ان احنا بننقص ستيبس بسيطة، بس هيفضل الهيكل كله ثابت. وده اللي ساعدني بشكل شخصي ان انا اتخلص مثلا من تشتت، ادمان الموبايل، ادمان السوشيال ميديا، اي ادمان في الحياة عامة، والكلام ده كله هنعرفه. فيلا بينا نبدأ على طول من غير ما نطول. وهنبدأ اول حاجة بان احنا ندرك او نحط ايدينا كده على المشكلة. ده مش هيحصل غير لو تخيلناها كده. تخيل بعتت ابنها يجيب اي حاجة من السوبر ماركت. تمام. فهو رايح في الطريق كده، قابل صاحبه، قال له بقول لك ايه، ما تيجي نلعب جيم بلاي ستيشن وبتاع. قال له يا عم أنا رايح سوبر ماركت. قال له بس تعالى بس نلعب جيم بلاي ستيشن، مش هياخد وقت والله. المهم فضل ساعتين زمن عادي جدا واتسحل، وبعدين طلع لقى في فرح بره، فطلع ورقص وبتاع وهيص. وبعدين عدى شويه لقى في واحد بيعيط، فبيقول له مالك؟ قال له ده انا مش عارف مين توفى. فهو عمل حاجات كتيره كده في نفس الوقت. المهم اما تيجي تشوف حاجه زي كده، هتلاقي ان هو غاب يجي 4 ساعات. تمام. ما راحش سوبر ماركت، حاد عن الهدف اللي هو محطوط له. هو هيروّح هيتاكل علقة يعني كده يعني. بس خلّينا في قصتك أنت دلوقتي. إيه المقارنة، أو أنت ليه قُلت لي كده؟ أنت بتعيش الدوامة دي كل يوم. أنت في أول اليوم أنا هاذاكر النهارده 4 محاضرات. أنت حددت لنفسك، أنا معاك إن أنت ما شاء الله صحيت وعملت جدول وعملت النظام اللي هتمشي عليه. تمام. عندك حاجات تانية بقى أهم من النظام إن أنت تمشي عليه، يعني أهم من تخطيط التنفيذ بقى. كله بييجي عند التنفيذ ويقف. تلاقي نفسك مثلًا أنت محدد 4 محاضرات، تلاقي نفسك جالك notification مثلًا من Instagram، فتخش تشوف مين اللي بعت لك message، وبتبقى أهم message في الحياة في الوقت بتاع المذاكرة. فتمسك مثلًا الموبايل تتسحل فيه بدل 4 محاضرات 4 ساعات. أنت متخيل؟ هتلاقي نفسك استُنفذت في آخر اليوم. لأ، بمعنى كلمة استُنفذت يعني طاقتك خلصت. اتعرضت لمشاعر كتير أوي. يعني ليه بيسموه الدوبامين طالع نازل كده ليه؟ عشان أنت شعور مثلًا بالسعادة أوي. تمام. وبعدين تلاقي نفسك بقيت في عزا، تلاقي نفسك واحد مش عارف إيه توفى كده، فتلاقي نفسك زعلان. أنت مش زعلان، أنت كنت صاحي في أول يوم مش زعلان، بس دلوقتي أنت زعلان. ليه؟ علشان أنت اتعرّضت لحد زعلان. عارف أنت اللي هو بتحس بالزعل عشان فلان زعلان، بتحس بالفرحة عشان فلان فرحان. فبالتالي أنت مشاعرك ما بتبقاش ثابتة. يعني أنت طلعت مُستنفذ، في الوقت بتاعك خلص. طلعت مُستنفذ في الطاقة، أنت مش هتقدر أصلًا تعمل حاجة تانية. يعني أنت كده يومك قفل يا باشا، أنت هتقوم تاكل وتنام وشكرًا، تسلم على كده. ويمكن تكون كمان ده بيلهيك عن الصلاة، بيلهيك عن العبادة، الكلام ده كله ده هنتكلم فيه في الpoints اللي جاية يعني. بس أنت بتطلع من اليوم خسران كل حاجة، ما ذاكرتش وطاقتك خلصانة. مش عندك وقت تعمل أي حاجة، وبتطلع من اليوم صفري. وضميرك بقى عارف أنت اللي هو بعد الساعة 00:00 ده تقعد تتكلم في نفسك، ومخك يكلمك. مش مخك هو اللي أغواك من الصبح، لأ، هو دلوقتي بيكلمك وعامل وعظ. إحنا لازم نغيّر حياتنا، لازم نبدأ من بُكرة. من بُكرة واخد بالك، يعني تسويف يعني هنتكلم فيه في فيديو تاني. يعني أنا حابب إن أنا أسمي السلسلة دي دردشة والله مش عارف ليه. المهم، فأنت تلاقي مخّك هو اللي بيأنِّبك. يا ابني مش أنت اللي قُلت لي نعمل كذا؟ لا، 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 ما قُلتلكش حاجة. أنت مين أصلًا؟ أنا ما شُفتكش قبل كده. طيب، هل في حل للموضوع ده؟ هو ربنا بيخلق الداء ومعاه الدواء. يعني ما فيش إن شاء الله حاجة في الحياة كلّها ما لهاش حل. والحل هيكون في كذا step يعني حاطينهم في الورقة دي. فيالّا بينا نشوف أول حل. أول حل إحنا هنتخيّل العادات. أنا عارف إن أنت عمّال تتخيّل معايا كتير، بس خلّينا نتخيّل العادات زي الكوباية.
الكوباية دي ما ينفعش تفضل فاضية، ده الشرط الأساسي اللي هنحطه يا معلم عندنا، إن الكوباية لو فضيت يبقى كده حصل خلل، حصل مشكلة. ما ينفعش إن أنا آجي أقول أنا هاقفل الموبايل لمدة 12 ساعة، طب هتعمل إيه في ال12 ساعة؟ طيب أنا هابعد عن السوشيال ميديا شهر، طب هتعمل إيه في ال30 يوم دول؟ طب أنا هابعد عن السوشيال ميديا 7 أيام، طب هتعمل إيه في ال7 أيام دول؟ ما هو ما ينفعش الكوباية تفضل فاضية، أنت دلوقتي الscreen time بتاعك لو إحنا فتحناه هنلاقي إن هو معدّي ال10 ساعات، طب هتعمل إيه في ال10 ساعات دول؟ ما ينفعش، قاعدة ثابتة، ما ينفعش تسيب الكوباية فاضية. طيب وما ينفعش تحط فيها حاجة غلط، يعني في حاجة مهمة برضه هناخدها دلوقتي، نَفْسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، بس هي دي القاعدة اللي إحنا المفروض هنمشي عليها يعني طول الفيديو ده وفي مرحلة العلاج بتاعتنا، إن إحنا نَفْسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، هو لازم تتشغل، بس يا تتشغل بحق يا تتشغل بباطل بس. وطبعًا أنت لو فضلت في فراغ، أنت لو ما عملتش حاجة غلط يعني من الفراغ ده، لو ما عملتش حاجة غلط حُط تحتها 1000 خط، أنت لو ما عملتش حاجة غلط الفراغ بيقتل الoverthinking بقى ودماغك تجيب وتودّي، طب وليه؟ وسؤال ليه ده اللي ما حدش بيعرف يجاوب عليه يعني. المهم خلّينا نكمّل، أنت دلوقتي محتاج تشيل وتحُط، طَب هاحُط إيه؟ في حاجات كتير جدًا، جدًا، جدًا تعمل، ادّيني أفكار. أول حاجة اتعلّم مهارة جديدة، وطبعًا القناة هنا عليها courses لكل حاجة، وطبعًا هينزل في المستقبل، تابع الcourses دي، خُد لك courses في أماكن تانية، خُد لك شهادات، اعمل الكلام ده كلّه. طيب تاني حاجة المفروض آخُدها إيه أو أعملها إيه؟ اقرأ كُتب، بس يا ريت اعمل أي حاجة أنت بتحبها، اعمل حاجة أنت بتحبها، يعني ما تروحش تبدّل لي ال12 ساعة اللي أنت قاعدهم على الموبايل ب12 ساعة مذاكرة. هتكمّل أول يوم، هتكمّل تاني يوم، هتعطل، هتُقف، هتمِل، مش هتكمّل لا في انقطاعك عن الموبايل أو انقطاعك على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت مش هتكمّل في الحاجة اللي أنت بدأتها، يعني مثلًا أنا هاذاكر 12 ساعة، هاخلّص أول يوم، تاني يوم بس. أيوه وبعدين أنت ليك حدود، كل واحد فينا ليه حدود، هو مش هيقدر يتخطاها، فإن لنفسِك أو لجسدِك مش فاكر عليك حق يعني، فهي دي الفكرة. ففي نصيحة بقى للدكتور وليد دايمًا بيقولها في فيديوهاته، بدل ما تبقى مستهلك خلّيك منتج، ده حل حل، يعني مثلًا بدل ما أنا ما باضيّع 12 ساعة قدّام السوشيال ميديا، أنا لو عملت في ال12 ساعات دول فيديوهات هتشهر في شهر أنت فاهم؟ فما تبُصّش في ورقة غيرك، ركّز في ورقتك، ركّز أنت بدأت ليه، عارف أنت اللي هو يعني أنت لو شغلت نفسك بغيرك هيفيدك بإيه؟ مش هيفيدك بأي حاجة. فبالتالي ده كان أول step في العلاج، إن إحنا عندنا كوباية محتاجين نملاها، تمام؟ طيب إيه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده بكل بساطة الاستمرارية. مُخّك إحنا لمّا ذكرنا مثال الطفل في أول فيديو ما كانش مثال وخلاص، هو مُخّك فعلًا طفل، فعلًا بيفضل يزن عليك وييجي بالليل بقى يأنِّبك، عارف أنت اللي هو طَب يا ابني ما أنا الصبح ما أنا كنت أنت اللي قُلت لي لأ أنا ما ليش دعوة بيك، أنا ليّا في دلوقتي، تمام؟ فمُخّك زي الطفل، زي الطفل بالضبط، الطفل لمّا بيحب حاجة معيّنة اللي هو التليفون ده دوبامين بالنسبة له، هو مبسوط كده، وطبعًا في حاجة المُخ بيعملها اللي هي الsafe zone. أنا دلوقتي لمّا أذاكر أنت ممكن تحس بشعور وِحِش تمام، ممكن تحس إن أنت مش فاهم، ممكن تحس مش عارف إيه، فالمُخ الحاجات دي كلّها بتأثّر عليه، فبيقول لك طَب ليه؟ طَب ما أنا خلّيني قاعد أحسن، أنا خلّيني قاعد طَب أنا لو قابلت مسألة الفيزيا الفُلانية ما عرفتش أحلّها، طَب أنا لو قابلت مثلًا في الcomputer science مثلًا مسألة في الproblem solving وما عرفتش أحلّها، فمُخّك عمّال بقى يدّيك، عمّال يدّيك، فأنت بقى أنت قعدت في الsafe zone بتاعتك، يا عم أنا مش مذاكر الsafe zone بتاعتي هو الموبايل، خلاص أنا مسكت الموبايل خلاص شكرًا، أنت عايز إيه تاني من الدنيا؟ أنت الsafe zone كلّها قدّامك. طيب فأنت تستمر، حُط لنفسك تحدي حتى لو بسيط، يعني مثلًا في واحد صاحبي كان بدأ يوم فعلًا بس حد قال له: "أنت هتعملها كام يوم؟" قال له: "3 أيام." قال له: "3 أيام بس." وبتاع أحبطه ووقف في نُص اليوم، فاللي هو ابدأ باللي أنت تقدر عليه، ما فيش حد فينا قدرته متساوية، ما فيش حد بيبطّل إدمان مرّة واحدة، مثلًا اعمل 3 أيام وبعدين اقعد يوم، وبعدين اعملها أسبوع، وبعدين اقعد يوم، وبعدين اعملها أسبوعين، وبعدين 3 أسابيع، وبعدين شهر، وهكذا هتلاقي نفْسك بطّلت، تلاقي نفْسك أصلًا من تاني أو تالت أسبوع حاسس اللي هو أنا مش مهتم، أنا مش مهتم بجد بالسوشيال ميديا، يعني بعد 40 يوم مثلًا هتلاقي نفْسك أنا مش مهتم، أنا حاسس اللي هو لأ، يعني أنا مش قادر إن أنا أقعد على السوشيال ميديا كتير أو حاسس إن هي مضيعة للوقت، أنت فاهم؟ وطبعًا في ناس 40 يوم، في ناس 30 يوم، في ناس 90 يوم، قُلت لك تجربتك وتجربة نجاحك، تجربة إن أنت تبطّل إدمان، بُص أي حاجة، أي تجربة في الحياة غير غيرك، أنت فاهم؟ حلوة غير غيرك دي،
بس أنت مثلًا ممكن تاخد كورس نسبة استيعابك ليه تكون 100%، غيرك 80% ومحتاج يسمعه تاني. فإحنا قدراتنا مختلفة، دي الحاجة الوحيدة المتفاوتة كتير أوي بين البشر. فبالتالي ده الحاجة التانية اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها. آخر حاجة إن أنت يا باشا، في مثال بيقول لك، أو آخر حاجتين يعني، اقطع عرق وسايح دمه. ده عندنا يعني المثال ده، يعني إيه؟ الحاجة أو الباب اللي ييجي لك منه ريح سِدّه واستريح. يعني مثالين في فيديو واحد والله، أنا مبهور بيه. يعني إيه؟ دلوقتي السوشيال ميديا هي المشكلة، أمسحها. طيب هتواجه ملل؟ هتواجه ملل. هتحس إن أنت مش طايق نفسك، هتحس إن أنت الدنيا جاية عليك، الover thinking جاياك، بس أول إيه، أول يومين، أول أسبوع، أول شهر، ماشي، اضغط على نفسك شهر. حاول تثبت لنفسك إن أنت راجل بينك وبين نفسك، ما تدخّلش حد مثلًا اللي هو ما تيجي نعمل تحدي، لأ. دخّل نفسك الأول، حُط في دماغك اللي هو أنا هاعمل كذا، 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 لإنّك مسؤول عن قراراتك، أنت مسؤول عن نفسك، أنت تاج الحاجة اللي أنت حطيتها في نفسك النهارده. طيب، جميل جدًا. فاضل كام حاجة؟ إحنا قُلنا إن إحنا نتعلّم حاجة جديدة. آخر حاجة، ودي المفروض كنت أحطها أول حاجة، وليه ما حطيتهاش أول حاجة؟ عشان لو كمّلت الفيديو لحد هنا، فده الcore فعلًا بتاع الفيديو، وأحييك إن أنت كمّلت لحد هنا. إيه الcore بتاع الفيديو؟ علاقتك بربنا. علاقتك بربنا هو اللي هيشدك من كل حاجة. يعني ما فيش حاجة في الحياة، أو ما فيش حد في الحياة يقدر ينقذك من أي حاجة برضه في الحياة غير ربنا. علاقتك بربنا، اقعد، حتى لو هتصلي الفروض، أنت يعني في آية في القرآن الكريم بتقول: "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا". فبالتالي أنت لو بعدت عن ربنا، ما بتصليش، بتعمل ذنب معين أنت عارف إن هو ذنب، بس مش قادر تبطّله، حاول عشان ربنا، الجنة غالية، تمام؟ فبالتالي أنت حاول على قد ما تقدر إن أنت تقرّب من ربنا أكتر. علاقتك بربنا هي أهم طريق بينك وبينه، يعني هي أهم طريق لحل كل المشاكل ليك. بتلاقي واحد غني جدًا ومشهور جدًا زي كده مثلًا، ومش عارف إيه، وبرضه مش سعيد، تمام؟ فبالتالي أنت لازم تخلّي في علاقة بينك وبين ربنا وتقويها كل يوم. وكلّم ربنا زي ما بتكلّم صاحبك، اللي هو أنا نِفْسي أجيب BM. قُل لربنا: يا رب أنا عايز أجيب BMW، أنا عايز أجيب العربية دي، أنا عايز أشتري الفيلا دي. عادي، كلّم ربنا كإنّك بتكلّم أعز وأقرب حد ليك، لإن "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد". يعني تخيّل حبل الوريد ده اللي هو هنا على ما أعتقد. فتخيّل إن أنت بتكلّم حد هو أقرب ليك من حبل الوريد ده. وحبل الوريد ده أنا مش عارف هل هو الحبل ده والّا الحبل السوري اللي إحنا نزلنا بيه من بطن مامتنا، فأنا مش عارف الصراحة. بس قريب ليك، قريب ليك أوي، أنت فاهم؟ فممكن الpoint دي ما تاخدوش عليها اللي هي حبل الوريد، لإن أنا فعلًا مش عارف تفسيرها، بس أنا كان اتقال لي تفسيرها زمان بس أنا مش فاكره، فما حدش ياخد حاجة زي كده يعني. فأنا عايز أقول لك إنه ربنا أقرب ليك من أي حد حواليك. قرّب منّه وصدّقني هتحل أي مشكلة عندك. وأتمنى، أتمنى، أتمنى إن أنت تمشي على الsteps دي. اكتبوا لي تجاربكم أو الchallenge اللي أنتم هتخشوا فيها، مثلًا اللي هو أنا هاخش تحدي مع نفسي 30 يوم، هاخش تحدي مع نفسي 7 أيام، وشجعوا بعض في الcomments. وما فيش مانع، ليه لأ؟ يعني ليه لأ إن أنا ما أشجعش صديقي أو صاحبي على حاجة أنا شايفها إن هي كويسة. فأتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنساش هدفي هو ترك أثر. كان معكم مروان الخولي، والسلام عليكم.